احنا حكينا عن الاساليب الغلط، ومتهيالي مفيش اي 2 ازواج ما بيحصلش بينهم الاساليب الغلط. لكن دلوقتي هنتكلم عن الاساليب الصح بقى في الخناقة اللي توصلنا للنتيجة اللي ما فيهاش تكسير وأذى وضغط ووجع وألم، والبيت ايه يتهد على دماغنا كلنا. الأساليب الصح دي بنتعلمها امتى يا شادي؟ يعني في 2 أزواج ما بيجربوش الأول الغلط وبعد كده بيتعلموا الصح؟ لا، بيجربوا الاتنين مع بعض، لكن يعني من انه الغلط طول الوقت بيطلع نتائج سلبية، فاحنا بنبتدي نفهم الطرق الصح اللي بتخلينا نوصل لحتت صح في العلاقة. احنا دلوقتي بنفترض انه في طرف من الطرفين بيعمل سلوك بشكل دوري او بشكل مستمر، والسلوك ده جرح التاني. الفكرة بقى الشخص اللي اتجرح ده يواجه ده ازاي او يعمل ايه. لما اتكلمنا في الحاجات الغلط قلنا انه في حاجات غلط كتير واحنا بنواجه بعض واحنا بنتكلم مع بعض. لكن عايز اقول مثلا انه حاجة من الحاجات انه انا ما ينفعش اتكلم في حاجة جرحاني وانا مش هادي، او انا عندي شحنة غضب لانه غالبا وانا عندي شحنة غضب كبيرة انا لا عارف انا بقول ايه ولا عارف انا بعمل ايه. فاستنى لحد ما تهدى، استنى لحد ما تكون كويس. احنا بنفترض انه انا علشان اهدي نفسي من الثورة العارمة دي انا محتاج يومين 3 4 اسبوع. الكتاب نفسه اتكلم عن لا تغرب بالشمس على غيظكم، يعني قدرة الانسان على التحكم في انفعاله قدرة كبيرة جدا، وهو ينفع يعمل ده في وقت قليل قوي. حاجة من الحاجات متهيالي اللي ساعدتنا انه فعلا نهدي نفسنا هو انه احنا تعلمنا يبقى عندنا حوار ذاتي مع نفسنا. لما انا اتعلمت ازاي اعرف هو ايه اللي ضايقني، ايه الموقف اللي ضايقني، ايه الفكرة اللي دلوقتي بتدور جوايا، ايه الحاجة اللي غيظاني، ايه اللي ولدت المشاعر بتاعه الغضب دي، هو ايه اللي اذيني، ايه اللي وجعني، ايه اللي جرحني. ده ساعدني قوي انه اتعلم انه لما اجي اتكلم بهدوء. حاجه كمان من الحاجات اللي متهيألي ساعدتني قوي هي انه بصلي. بقول له رب اديني دلوقتي هدوء فاعرف اتكلم بحكمه. خليني اعرف اشوف شادي هو كمان بيعدي بايه، احط نفسي مكانه. دي حاجات ساعدتنا قوي احنا الاتنين مع بعض في انه نهدى. في كمان نظرية مرمر يعني احب اشارك بيها، انه اسمها الانجري بلاتو. دي انا يعني انا شخصيا جربتها، وهي فرقت مع ناس كتير جدا، وناس كتير جدا لما بتعملها بتحس انها نافعة جدا. انجر بلاتو هو انه لما احس انه انا مش عارف اهدى، بدل ما اخش في الحوار وابوظ الدنيا اكتر، انا هاخد 10 دقايق هعمل فيهم حاجة انا بحبها. ربما هروح مكان انا بحبه، هنزل اتمشى 10 دقايق، هتفرج على مقطع فيديو معين ممكن يكون فارق معايا. فبقص من طاقة الغضب عندي من 100% ل 30%، يعني في 70% من شحنة الغضب اللي جوايا بتهدى وبتروح خالص في ال10 دقايق دول. 10 دقايق بس انا بعمل فيهم حاجة عجباني الحاجة دي، او بتفرج على حاجة معينة، او بدخل يعني بسيب المناقشة وبهدى شوية. فدي حاجة برضو ممكن نهدي نفسنا بيها. وعايز بس أكد على فكرة انه الشخص اللي عنده معتقد ثابت في ذهنه انه مش هيعرف يهدي نفسه، او انه هو تعود كل مرة على انه يتنرفز او يكسر باب او يرمي حاجة من ايده، ويقدر يكون اكثر تحكما في انفعاله من قبل كده. كل الخناقات تستحق؟ انا بحس انه لا، متهيألي لا. لو انا براجع كل خناقاتنا مش كل مرة اتخانقنا كان الموضوع يستحق. لا، في حاجات احنا مش بنقيم كمان يا مرمر الموضوع، يعني احنا مش بنقيم اللي احنا بنتخانق علشانه ده يستاهل ولا لا، يعني فده افتكر كده. معناه ان احنا محتاجين نقف نقيم هل الخناقة تستحق ولا لا. لانه ممكن اللي حصل ضايقني، لو انا هديت فعلا هديت نفسي ممكن اكتشف انه مفيش حاجة تستحق، انه اصلا اللي قدامي ما كانش يقصد، ما كانش واخد باله.
فما فيش حاجه تستحق وقتها مش هتخانق. بس لو الموضوع يستحق، لو انا قيمت بقى ولقيته هبتدي يستحق، المواجهة. هنبتدي المواجهه. نبتدي المواجهه لو الموضوع. بس خلي بالك في النقطه دي ممكن يتدخل عنصر احنا مش بناخد بالنا منه كتير، اللي هو خداع النفس، ان انا احاول اخدع نفسي فاقول اللي انا متنرفز عليه ده يستاهل بينما هو في حقيقه الامر لو انا امتحنت الامر بشكل حقيقي هكتشف، لو انا يعني حد بفكر تفكير سليم، هكتشف انه اغلب المرات اللي احنا بنتنرفز عليها او بنتخانق عليها هي امور ابسط من ان احنا نعمل عليها كل ده. الهدوء بيساعدني انه انا اعرف اقيم هو يستحق ولا لا. بس لو يستحق احنا هنواجه، فاحنا طبعا. الحلقة الجاية هنواجه. طبعا طبعا.